صباح الخير عليكم جميعا، يا رب تكونوا كلكم بخير. تعالوا النهارده بقى هنعمل شويه طعميه تحفه. هقول لكم كل الاسرار عشان تطلع معاكم حلوه جدا وتطلع زي بتاعه المطاعم وانضف واحلى بكتير. فتابعوا معايا الفيديو كده ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول، وحطوا لايك للفيديو وتابعوا معايا علشان نعرف عملنا الطعميه دي ازاي. بصوا انا الستاند بتاعي اتكسر وقلت والله اللي هصور ليكم الطريقه عشان انا متاكده ان هي تطلع معاكم حلوه جدا. بصوا ده اقل من ربع كيلو كده من الفول المدشوش، او ممكن ربع كيلو. بصراحة مش عارفة هم دول اللي كانوا باقيين عندي. انا كنت جايبة نص كيلو ودول اللي كانوا باقيين. بصوا انا كنت هعمل شوية صغيرين بس قلت ايه، لا خلاص هعملهم كلهم واللي هيتبقى يعني هفرزه. طبعا الفول ده بينفش فهيعمل معاكم كمية حلوة جدا، وبنفرزها عادي جدا في الفريزر. وهقول لكم طبعا لما تفرزوها ما تطلعش ازاي مكتومه معاكم. جبت طبق وغسلت الفول عندي كويس جدا. انا طبعا كنت نقعاه من بالليل. بصوا انا عملته من بالليل وغطيته كده وسبته، وتاني يوم الصبح شطفته كويس جدا. لازم طبعا اي حاجه من البقوليات هتنقعيها تشطفيها مره واتنين وتلاته. وبعدين حطيت بصلايه صغيره وشوية ملح وكمون وكزبرة، وكان عندي توم مفروم. حطيت حوالي 5 فصوص مفرومين كده. وطبعا الخضرة بتاعتنا بقى بتبقى يعني عودين من كل حاجة. انا ما بكترش في الخضرة علشان ما تطلعش ايه يعني لونها غامق، انا عايزاها فاتحة. طبعا انا بعت ابني جاب الخضرة وما لقاش كرات، فمش مشكلة خالص يعني بشتغل بيها بالخضرة عادي جدا. فلو لقيته طبعا بتحطه. قطعت الخضرة زي ما انتم شايفين اهو وخلطتهم كلهم مع بعض، البصل مع الخضرة مع الثوم مع البهارات. ودي حوالي يعني ايه نص معلقه كده من البيكنج باودر عشان تبقى منفوشه كده معايا ما تبقاش مكتومه. جبت الكبه عندي وحطيت فيها ايه المكونات كلها كده مع بعض، وهبتدي اضربها في الكبه. ما عندكيش كبه تقدري تعمليها في الخلاط، بس يعني في الخلاط دي هتنزلك يعني ميه. فيستحسن ان انت لما بتضربيها في الخلاط ان انت تصفيها علشان تبقى ماسكه نفسها. بصوا زي ما انتم شايفين ضربتها في الكبة. بتقعدي تضربيها كده حوالي 10 دقايق كده لحد ما تنعم معاكي خالص. انا بقى عندي العجان، ربنا يبارك لي فيها يا رب، والله بجد نفعني كتير جدا خصوصا في موضوع الطعمية ده. حطيت معلقة كبيرة من السمسم، وبالمضرب اللي هو الكف ده، طبعا اللي عنده عجان هيعرف المضرب ده. وابتدي بقى اضرب فيها يعني بصوا 5 دقايق كده هتطلع معاكوا بالظبط زي بتاعة المطعم بالظبط. بيدخل فيها هوا كده وبتبقى منفوشة كأنك بتضربي كريمة كده بيدخل لها هوا وبتبقى حلوة جدا. ما عندكيش عجان، بالمضرب مضرب الكهرباء وبتضربيها لحد ما تنفش، يعني هتنفش كده معاكي ولونها هيفتح. بصوا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بصوا عاملين يعني عامله ازاي القوام بتاعها اختلف ونفشت كده واللون بتاعها بقى فاتح، وبتبقى تحفه زي اللي احنا بنجيبها من المطعم بالظبط. هما بيعملوها بقى كده بالعجان بتاعهم كده الكبير دوت، وبتبقى منفوشة كده بتبقى حلوة جدا. بصوا عندكيش هتضربيها بالمضرب كده 5 دقايق كده كأنك بتضربي كريمة لحد ما اللون بتاعها يبقى فاتح، وتبقى ايه يعني زي ما انتوا شايفين القوام دوت بالظبط. وبعدين بنحمرها في زيت غزير كده شوية، ويكون الزيت نظيف علشان تطلع معاكي باللون ده وتطلع معاكي حلوه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجد بتبقى تحفه. دي احلى طريقه انا جربتها للطعميه. متطلعش معاكي مكتومه خالص ولا اي حاجه. طبعا بصوا عملت معاه طبق البتنجان القمر دوت، وطبعا احنا عاملين الدقه مع بعض. انا نزلتها لكم قبل كده، دقه البتنجان بتبقى جاهزه عندي. يعني يا دوبك بحمر البتنجان والدقه بتبقى موجوده عندي، بس بكتر لها بقى الليمون وبحشي البتنجان على طول. اول ما بحمره بطلعه وبحشيه. وعملت معاها طبعا بقى ايه الجرجير القمر دوت، وقطعت طرنشات بقى بصل وطماطم، وبتبقى تحفه جدا. في حاله ان انت هتفرزيها
هتطلعيها تضربيها تاني، يعني تضربيها تاني يا اما في الكبه يا اما بالمضرب كده، بحيث ان انت تدخلي لها هوا وما تطلعش مكتومه معاكي. ده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم وجربوا طريقه الطعميه دي، هتعجبكم بجد جدا. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا بقى في القناة لو لسه ما اشتركتوش. واي استفسار بخصوص الطعمية اكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم، وجربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. واستنوني ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية كلها ان شاء الله هتبقى وصفات كده للفطار والعشاء، تبقى موفرة ان شاء الله. واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.